السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البورتوفيه او الشنطة الشيك دي. سهلة وبسيطة، خطوة بخطوة، واحدة واحدة ان شاء الله. هنبتدي مع بعض، هنبين المقاسات وهنقول ازاي نكبر الشنطة او البورتوفيه على حسب برضو ما هقولك ازاي تبقى شنطة مساحتها واسعة من جوه، وازاي ان هي تبقى بورتوفيه صغير في ايدك تقدري تمسكيه. النهارده هنعمل مع بعض المقاس الصغير، مش هعمل مقاس كبير. هنبتدي مع بعض ونقول بسم الله. انا هنا هشتغل بإبرة رقم 8، وهشتغل كمان بخيط كليم مصري او كليم تركي، تقدري تعمليها بأي نوع خيط متوفر عندك، وبرضو تقدري تعمليها بخيط سلسلة او مكرمية، ايا كان نوع الخيط اللي شغالة بيه ينفع في الموديل ده. هنبتدي كده ونقول بسم الله. انا هنا عايزة الموديل معايا مش كبير، الموديل صغير، فهشتغل 15 سلسلة. ده المقاس الوسط. لو هتكبري المقاس يعني عايزاها تكون طويلة شوية، هتعملي 20 سلسلة، ولو عايزة المساحة بتاعتها كبيرة هتعمليها شنطة كبيرة، يبقى هتبقى 25 سلسلة، هتديكي مقاس قاعدة 30 سنتي. انا هنا عايزة 15 سنتي، 15 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سلسلة. المقاس ده وافي جدا، بس الشنطة دي بتبقى كنزة كده، شكلها شيك اوي. من تحت هنعمل غرزة فيها تكون شيك كده، وبعد كده هنطلع على طول بالغرزة اللي فوق. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي هنا كده في الجزء ده من الغرز، واشتغل في العظم بتاع غرزة السلسلة نفسها. كده هدير الشغل وهشتغل في الغرز دي من ورا كده. مفيش مشكلة لو مش عايزة تشتغلي في ظهر السلسلة، بتشتغلي عادي بالنظام بتاعنا القديم، ان احنا بندخل في السلسلة نفسها وبنعمل حشو بنفس الطريقة دي. يا اما بتخشي في ظهر السلسلة وبتعملي عادي غرز الحشو، مفيش مشكلة. هنا انا عشان هعمله بورتوفيه فانا عايزاه ما يكونش ناشف قوي، لكن لو هتعملي شنطة يبقى هتسيبي جزء كبير من الخيط هنا عشان تشتغلي بيه سلسلة في الفتحات الموجودة، زي ما كنا بنعمل بالظبط في الفيديوهات القديمة. هتلاقيني شارحة كل الكلام ده في اكتر من شنطة. انا هشتغل حشو على كل غرزة، هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده في اخر غرزة عندي هشتغل فيها هنا ادي واحدة، هشتغل كمان اتنين، هيبقى عندي 3 غرز حشو. ادي 2 3. وبعد كده فوق كل غرزة من الغرز هشتغل غرزة حشو عادي. يبقى انا عندي هنا في الحوادية بشتغل 3 غرز، يبقى التزايد 3 غرز في كل غرزة، وهشتغل بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو. طبعا احنا هنا الجزئية ديت وضحنا ازاي نكبر المقاس. بعد كده الخطوة الجاية هنكبر حجم الشنطة في العرض، وبتكبر برضو معاكي في المقاس في الجناب، لكن طبعا انا هنا زي ما وضحت هعملها بورتوفيه، فمش عايزة المقاس يبقى عريض قوي، فممكن اشتغل الجزء ده واوقف على كده في التزايد. لو انت هتعملي بقى شنطة، يبقى في ال3 غرز اللي بعملها في كل دوران هتعملي فيهم تزايد. يعني انا هنا هعمل ادي 1 اخر غرزة عندي اوريدي موجود عندي فيها غرزة، يبقى هعمل فيها غرزتين ويبقوا 3 غرز في الدوران الواحد. يبقى هنا 3 غرز وهنا 3 غرز. تمام كده. بعد كده على طول انا مش بعمل قفلة هنا، بعد كده هدخل على طول واعمل الجزء التاني من الغرز التانية في الشنطة. يعني هنا 3 دول فيهم تزايد، هدخل على طول هنا واعمل غرزتي. انا هقفل بمنزلقة، تمام، عشان دي الغرزة اللي جاية، مش عشان اقفل السطر، لا، انا هي دي الغرزة اللي هشتغل عليها الجاية. انت طبعا هنا خلاص لو هتعملي شنطة بقى، طبعا شرحناها كتير كتير. لو فتحتي اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي هتلاقي القاعدة بتاعتي شرحاها ازاي اعمل تزايد، وازاي ان انا ازود في كل شنطة المقاس بتاعها.
يعني انتي لو هتزودي دلوقتي الشنطة هتيجي تشتغلي في اول غرزة هنا هتعملي فيها غرزتين وتفضلي شغالة هنا، كل غرزة فوقيها غرزة، وتيجي عند الثلاث غرز دول تشتغلي في كل غرزة غرزتين. طبعا انا بوضح ده الكلام ده للمبتدئين، لكن طبعا لو انتي فاهمة اكيد الكلام ده هتشتغلي على طول دايركت معايا. بس حبيت اوضح التزايد للشنطة وحجم الشنطة بيزيد هنا في الثلاث غرز دول. بشتغل اتنين 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 في التلاتة ويبقى عددهم 6. السطر اللي بعده بيبقى عبارة عن 2 1 2 1. طبعا التزايد بيتم في الثلاث غرز دول. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هنا قفلت بمنزلقة اللي هي اساسا الغرزة اللي جاية في الشنطة. تمام. بعد كده بدخل هنا وبعمل غرزة تاني منزلقة، بفضل شغالة غرز منزلقة كده، هي بتبقى ملمومة من تحت وشكلها شيك جدا اهو. مش بعمل قفلات، انا شغالة دايركت بدون قفلات. طيب انا هفضل كده اعمل في غرز منزلقة في الجزء من الجزء ده كده من غرزة السلسلة، هو ده اللي بعمل فيه المنزلقة، مش بعمل تحت السلسلة كلها. هنا طبعا انا مش هعمل تزايد فبمشي عادي زي ما انا. وصلت كده لاول غرزة عندي، اول غرزة هنا اشتغلت تاني منزلقة زي ما اتفقنا، هشتغل 4 سطور. هشتغلهم هنا منزلقة فوق كل غرزة كده، هشتغل فوقيها غرزة منزلقة في الجزء الايه الخلفي من الضفيرة، يعني هعمل في واحدة بس، هدخل جوه كده واعمل منزلقة اهو، هيديني الشكل ده. هعمل 4 سطور ادي كده، هنا عندي 1 2 والتالت، وهعمل كمان سطر عشان يديني شكل لذيذ خالص خلاص تمام كده، انا شايفة ده كده مظبوط معايا. بعد كده هعمل ايه؟ تقدري تعملي برضو السطور دي 4 أو 5 أو 6 على حسب ما انتي عايزة الشكل ده يبقى معاكي زيادة او اقل. تمام. بعد كده على طول هعمل غرزة حشو هنا كده. الشنطة طبعا شكلها جميل جدا في الطبيعة، هتعجبك جدا. هعمل غرز حشو السطر الجاي، هشتغل 3 سطور حشو بنفس الطريقة دي. طبعا مش بنعمل قفلات، على طول دايركت شغالة بدون قفلة. هعمل غرز حشو، هعمل سطرين او تعملي 3 على حسب، هنبين على حسب الطول بتاع الغرزة التانية اللي عليه. من هنا هتحبي ان هي طويلة قوي يبقى تعملي 3 سطور، عايزاها قصيرة يبقى هتعملي سطرين. ده هوضحهولك الشكل الجاي ده. بس هروح اعمل سطور الحشو. خلاص اشتغلت كده سطرين من الغرز. بعد كده الغرزة رقم 3 انا هنا طبعا للايضاح عاملة غرزة حشو عادية، مش عاملة غرزة سنبلة، يعني مش داخلة جوه الغرزة نفسها، لا عاملة غرزة حشو عادية تحت السلسلة. بعد كده هعمل ايه؟ السطر الثالث هيبقى عبارة عن حشو عميق، يعني هاجي هنا بالغرزة كده وتحت ادي 1 2 تحت الغرزة رقم 2 هنا كده، هنا هشتغل واعمل غرزة حشو عميق فوق تحت كل غرزة كده، هشتغل غرزة حشو عميق بنفس الشكل ده. اشتغلت كده الجزء ده كده معاكم. بعد كده هعمل ايه؟ ده شكلها. بعد كده هعمل غرزة حشو في الغرز عادي خالص. هنا هاجي هنا كده واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو عادية.
هعمل سطرين برضو، ولو انتي اشتغلتي 3 سطور بتعملي برضو 3 سطور. خلاص انا كده عملت السطرين بتوعي اللي بعملهم في الغرز الحشو، وهكرر تاني السطور اللي انا عملته نفس ما عملت تحت. هاجي هنا كده تحت الغرزة هنا بالظبط، وهدخل كده. انا خلصت السطر ده واشتغلت كمان غرز حشو على كل غرزة عشان اسهل معاكي واقصر في الفيديو ما يبقاش طويل عليكي. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هشتغل غرزة حشو، هشتغل غرزة هنا كده حشو، لكن جوه الغرزة يعني سنبلة. جوه الغرزة نفسها هشتغل غرزة حشو لكن سنبلة. طبعا انا هنا اشتغلت 3 سطور، ممكن انت تعملي 4 سطور او 5 سطور على حسب الطول بتاعك. طبعا عشان ده برتوفيه انا اشتغلت عدد السطور قصير شوية. لو انت هتشتغلي طبعا عدد سطور اكبر، يعني لو عاملاها شنطة هتشتغلي 4 او 5 سطور كمان. انا هنا فوتت شوية كده من الخيط وهقص. تمام. وانا هنا عندي دي اخر غرزة، خلاص هفوت الخيط كده منها. وبعد كده هاجي ادي 1 2 3 هسحب الخيط هنا. انا طبعا هنا الاول هقفل ديت بالشكل ده كده عشان يديني نفس الشكل بتاع الشنطة. عشان اعمل القفلة الاخيرة للشنطة اهي نفس الشكل بتاع الغرز. هاجي بقى واعمل هنا دي 1 2، وفي التالتة هسحب اعمل زي كده ايه دوران على الشنطة، وهرجع تاني الف. ممكن تخليها على 2 او 3 مفيش مشكلة، يعني لو عايزة تجيبيها هنا تقصري كده المسافة تبقى باينة الحوادية اكتر مفيش مشكلة. تمام اهو ادي 1 2. تمام بعديها 1 2. الدوران ده هو يعني شكل جديد للشنطة من فوق. دي 1 2، وهكمل بنفس الطريقة لنهاية الشنطة.